مساء الخير. النهارده هنعمل مع بعض الشريك يميز في اللون والطعم ويكون هش وخفيف معاكي. تعالى اقولك ازاي تعملي عجينه قطنيه كده وجميله. يلا بينا نشوف مع بعض ايه هي مقادير الشريك. في الاول معانا طبعا زي ما احنا شايفين كيلو الا ربع من الدقيق او 750 جرام، ممكن يبقى كيلو عادي. معانا طبعا بيضايه بدرجه حراره الغرفه، معايا فانيليا 3 4 معالق من اللبن البودره، معايا نص كوبايه سكر، ومعانا رشه ملح، ومعايا 3 معالق زبدة. تمام. ومعلقة سمنة و3 معالق من الزيت. ينفع ان احنا نعمله بزيت خالص، وممكن زبدة وممكن سمنة، يعني زي ما متوفر عندك اشتغلي. هنبدأ نضيف المكونات الجافة الأول كده مع بعضها. وطبعا أنا نسيت في المقادير الخميرة الفورية، لكن طبعا معانا معلقة من الخميرة الفورية. بس طبعا علشان احنا في الصيف وأنا ضامنة الخميرة بتاعتي، فأنا بضيف الخميرة الفورية مع الدقيق. تمام. لكن انت بالنسبه لك لو الخميره جايباها مش ضامنه جودتها، او مش ضامنه ان هي صلاحيتها كويسه، هتبداي زي ما قلت لك كده في كوبايه ميه وربع كوبايه لبن، يعني يا لبن يا ميه. تمام. وتبداي تدوبي الخميره بتاعتك مع معلقه سكر وتركنيها على جنب. انا طبعا بما اني متوفر عندي الخميره ولسه جايباها وعارفه ان هي صلاحيتها كويسه، بدات كده ضفتهم وبدات ضفت الميه. الميه طبعا انا حطيت كوبايه ونص من الميه. تمام. وبتبداي تشوفي على حسب الدقيق بتاعك. المهم ان هي العجينه بتاعه الشريك بتبقى زي ما انت شايفه كده، بتبقى ملزقه شويه، ما بتبقاش ناشفه. يعني كل ما العجينه تبقى ملزقه معاكي هتديكي مخبوزات حلوه جدا. اهو زي ما انت شايفه كده العجينه بتاعتي ملزقه. هخليها خليت معلقه سمنه من المقدار اللي احنا قلنا عليه، وبدأت كده خلعت بيها العجينة من بين ايديا. لكن هي طبعا بتبقى ملزقة، كل ما بتبقى العجينة ملزقة بتديكي نتيجة هايلة جدا في المخبوزات. اهو زي ما انتم شايفين كده ارجعها البولة تاني وابدأ اغطي عليها بالاسترتش. ما بتاخدش وقت كتير، يعني نص ساعة لساعة هتكون اختمرت وهنبدأ نشتغل فيها. الصينية بتاعتي انا طبعا حتة الزيت على السمنة اللي زادت معايا، انا استخدمت الزبدة وخليت حتة من الزيت على سمنة. وبدأت كده دهنت مكان ما أنا هعمل الشريك. وطبعا دهنا الصينية. هنبدأ كده تاخدي قطعة من العجين وتبدأي زي ما انت شايفة كده تفرديها معايا. طبعا العجينة علشان ده فينو. تمام. الدقيق ده فينو، ده الضحى على فكرة. دقيق الضحى حلو جدا في المخبوزات. فطبعا هتبصي تلاقي كل ما تفرديها هتكش معاكي وتلم، لان العجينه طريه. كل ما تفردي بتكش معاكي. فطبعا هنبدا تاخدي لفه وتبداي تفردي، ولفه وتفردي، علشان ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه، او تبقى حته ملفوفه تمام وحته لا. وتبداي تلفيها كده وتجيبي الطرف تحت قطعة الشريك من تحت كده، وتبدأي تعمليها. طبعا الوصف بيبقى باين في، يعني في الفيديو اكتر من كلامي انا. بالنسبه لك طبعا لازم تسيبي مسافه ما بين كل واحده والتانيه، لان ده واخد خميره. ولو حابه تضيفي بيكنج باودر يا ريت تضيفي كيك شيف، لان الكيك شيف بيدي هشاشه حلوه جدا في المخبوزات. تمام. عملنا شكل وهنعمل الشكل التاني ده اللي هو زي العصاية. وبعد كده هنبدأ نبرمه كمان. في حاجة تانية، ان انت كل ما بتبرميها اكتر بتديكي شكل متناسق اكتر. انما لما بتسيبيها مفتوحة شوية، يعني تبقى العجينة هاوية شوية او اللفة تبقى هاوية، هتديكي يعني ايه مع الخمر طبعا هتبقى تنفش، وهتبقى ايه واسعة قوي، او هتبقى مكلبظه زي اللي في النص كده زي اللي انت شايفاها. ممكن تكبريه وتصغريه زي ما انت حابه. حابه تعمليها كبيره تمام. شايفين اللي في النص اللي انا اقصدها دي، اللي هي على ايدي اليمين، على ايدك اليمين، اللي في النص دي ما كانتش مبرومه كويس، او اللي هي على الجنب. طبعا عندي هنا الدهان اللي هاتن بيه بيض على لبن، بيضايه وشويه لبن. ولازم طبعا طالما في بيض يبقى فيه فانيليا لو حاجه مسكره. ضفت لها حته فانيليا، ومعايا هنا سكر، ومعايا سمسم. حابه ترشيه بسمسم تمام على الوش كده. بس طبعا انا سبتها تخمر ساعه تاني. تمام. او نص ساعه يعني، تاخدي بالك عليها كده. تمام. اول ما بتخمر معاكي بتدخليها فرن طبعا على 180 تستوي. لو عندك مروحة في الفرن شغليها. تمام. بمجرد ما بتاخد لون من تحت ببدأ ارفعها تحت الشواية، بتاخد لون كمان. اللون اللي احنا شايفينه ده نتيجة البيض واللبن. وطبعا طالما ضفت بيض لازم فانيليا.
تمام، علشان ريحة الزفارة. ينفع كمان ان انت تحطي بيض مثلا او لبن ومعلقة قهوة كده او نسكافيه. تمام. زي ما انتم شايفين كده طالع هش وخفيف معانا. اتمنى بقى ان انتوا تجربوه، واتمنى ان هو يعجبكم. زي ما قلت لك ينفع تستبدلي سمنة، تعمليه بسمنة بس، او تنفع تعمليها بزبدة او زيت. يعني لو عندك زيت ذرة نضيف يبقى بزيت ذرة، بتبقى جميلة جدا. اتمنى بقى ان الفيديو يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.